أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم تمام المعاطي وممنوع من العرض. فيلم ليلة بقى فيلم جميل جدا 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 ومش عارف بسوق ليه أصلا. فيلم يعني إيه هادف وفيلم حلو جدا، يعني مش هادف، في قصة حلوة. يعني محمود المليجي هربان من السجن، فبيجري فراح على واحد بتاع العامل بتاع اللي شغال اللي هو حسين رياض. راجل نت انه مريح وبس معاه فلوس، ما يعرفش هو طبعا الكلام ده لسه يعني. وبعدين ايه حبيبته مين؟ هند رستم. هند رستم يعني بتيجي هند رستم لازم يعني ايه تنحني، او ايه ترفع قبعه او ادما لها يعني فاهم. فعلا كانت ملكه الاغراء، فعلا حقا ملكه الاغراء في هذا الوقت، يعني ملكه الاغراء بمعنى كلمه اغراء يعني. ولكني احبذ ليلى فوزي، احبذ منى اسماء ميا فخر الدين عنها بمراحل. ليلى فوزي يا جماعه اتاكلت في حقوقها السينمائيه جامد. ليلى فوزي ليها افلام، كميه افلام لا تعد ولا تحصى. مش بس احنا اللي ايه عملنا بس فيلم كده بتاع محمد فوزي وليلى فوزي اللي كان صياد وبيسافر وبتاع. ضحكوا علينا من ضمن الضحوكات والايه والسفاله وقله الادب اللي هم ايه كانوا بيدوها لنا في المدارس والكلام ده، والتعليم الخاطئ والتعليم الزفت اللي احنا اتعلمناه، لان فعلا التعليم زباله يعني. كل اللي اتعلمناه غلط في غلط في غلط في غلط. ايه ده تكتشف كله غلط كده. الله الله يا جماعه، ايه الحلاوه دي؟ تعيش لك 50 سنه 60 سنه وتكتشف في الاخر ولا حاجه. درست ايه ولا نيلت ايه ولا حاجه. ايه فايده ظا وزطا وجا وجتا ومش عارف ايه وفي. يا جدعان علموا العيال حاجه حلوه يا جدعان، حاجه صح تفيدهم يا جدعان. يعني جا وجتا وظا وزطا ومش عارف ايه اللي كانوا بيتعلموها ديت. احنا كنا يعني بيطلع عيل اللي خلفوه يعني حرام يا جدعان عليكم بقى. كل وزير يحس على ذنبه بقى ويجيب ويكتب والعيال ويديهم حاجاتهم حلوه بقى يعني. مش عارف اقول لكم ايه والله العظيم، والله ما انا عارف والله. حسوا بالنسبه. المهم انت اصلا هي كان حراميه وهتيجي حسين بيض، وهتكتشف وهتقعد معاه البيت وهتكتشف ان هو عنده 5000 جنيه في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه في الفيلم ده. يعني ملايين بالنسبه لهم، يعني بالنسبه لنا دلوقتي يعني ملايين يعني حاجه يعني رقم مهول، يعني مهول. لما يكون سندوتش بساغ ولا بتاع، ما تعرفوش الساغ طبعا، ما حدش الجيل بتاع ده ما حضرش الساغ. يعني مبلغ مبلغ ضخم جدا جدا 5000 جنيه ده. ف هتقول تسرقه، بس هو حاطه فين؟ في مكتب ايه وبتاع. فالمهم تتفق مع مين؟ مع محمود المليجي على الموضوع ده. مين صديقه بقى وشغال معاه في الايه؟ صديق حسين رياض، صديقه الصدوق يعني. مين؟ رشدي اباظه، ومتجوز بنت ابوها كده مش عارف جابوها بقى جايبينها وعاملينها نجمه وبتاع وبطله. يعني في بطولات كتير ظهروا زمان يعني يتمحوا من على الوجود، زي احمد سالم اللي انتوا ما تعرفوش انه عنده 60 حاجه وهو راجل يعني عمل الكفت كله. لكن هم اولاد 60 في 70 قاطعين تاريخ امه خالص، مش مسمعيننا بتاريخه. ويعني عالم والله العظيم على حساب الله كانوا عالم كفه يعني دول كفه اولاد 60 في 70. لا 60 في 70. انا مش عايز اقول كلمه كلب، والله كلمه كلب دي دي كلمه شرف، كلمه شرف. لا لان انا عندي كلب، الكلب ده وفاء وكده. انا عايز اشتمه بشتيمه اكتر، شتيمه اوحش يعني كده. لما اقول لا ده كلمه محترمه، والله كلب ده كلمه محترمه جدا. كلب يعني وفاء هم اقول عليهم ايه بقى؟ بهايم تقول عليهم مش عارف. ناس يعني ناس لوثوا يعني حطوا زوقوا تاريخكم ماشي، لكن بس ما تمسحوش الناس التانيين كلهم. بس حطوا الناس ده في ابطال يا جماعه كبير قوي يا جدعان. انا زعلان عليهم والله. ده يا جدعان المطربين يا جماعه. ابراهيم حموده ده انتج من حسابه، عايز محمود انتج من حسابه، كان محمود. مين تاني كمان عندنا؟ عبد العزيز محمود. دول صوتهم حلو يعني. دول كلهم مثلا ايه ذبحوه وخدوا افلامهم وما خلوهمش بيمثلوا عشان خاطر حمادي حافظ، عشان خاطر اللي كان بيحبه حكيم عامر. ايه ده يا جدعان؟ ايه القرف ده انتوا كنتوا ده اجدادنا عملنا والله بجد كانوا عايشين في ذل الذل يعني فاهم. هو الشعب المصري كده لازم يتضرب بالجزمه ويفضل مسلوك كده يمشي زي الجزمه. لكن لما اخذنا كانت الثوره دي وطلعوا بقى في الافاق فاكرين نفسهم ان احنا رجاله بقى. ليه؟ لانهم كسروا مبدا الايه؟ كسروا مبدا
الايه اللي بيقولوا ايه ليه الكبير، ما عادش له كبير بقى، اذا كان رئيس الدوله طلعوا عليه عملوا فيه، ودلوقتي بيتمنوا طواب جزمته. ماشي. يعني دلوقتي واحنا دلوقتي كل واحد فينا الحمد لله اللهم صل على النبي، يعني الشعب المصري يقول الحمد لله، يعني كل زمان كنا بنتظاهر بان احنا اتفضل يا حاج اتفضل يا استاذ، ده دلوقتي الشعب المصري بعد الثوره الحمد لله كده طلع اوسخ ما فيه او ازبل ما فيه، بقى كل واحد الطلع والجشع اللي ساد الناس وساد المجهول. يا جدعان ده احنا ايه شعب احنا بناكل بعض والله يا جدعان، بناكل بعض فعلا. تتكلم دلوقتي تصحى من النوم علبه السجاير ب 5 جنيه، لا ب 26 جنيه ب 27 جنيه 28 ولا وين في ده، هي حرب، هي حرب. طب انا عايز اعرف السمك غلي ليه؟ السمك بيغلي ليه؟ يجيب السمك ب 100 جنيه كيلو، 100 و 120 نهار اسود. ليه؟ السمكه ايه؟ بتطلع دهب وهي ولا بقى خاتم سليمان؟ يا نهار اسود يا جدعان، هو في ايه القرف اللي احنا ايه ده؟ والله يعني هي دي والله العظيم حلها سهل جدا 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 جدا. وزير التموين يجي دقه حط حاجه اسمها تسعيره، طبق التسعيره، خلصت الموضوع، خلصت، ويلف على الناس. لكن انتوا يعني كل واحد بيريحني ويحط زي النعام كده يحط راسك في الارض. ليه كده؟ والله سهله. واحنا شعب اساسا يعني ايه سهل جدا، سهل جدا ان احنا يعني ايه بينصاغ الشعب المصري. يقول له ايه؟ يقول له في كبسه، تلاقي كله عامل ايه؟ واقفين انتباه. ده كان بنقول له احنا نزلنا الساعه وعملنا، والله العظيم كنت احنا شعب فرعوني او شعب فراعنه، يعني احنا شعب يعني نمشي بالكوباق. واذا تملي عليك ان الشمس بكره هتشرق من الغرب، قول هتقول امين. هو ده الشعب المصري. اذا كنتوا يعني مش نسيت نفسكم، لا انتوا نسيت احنا نسينا نفسنا، دي الحقيقه. بعد الصباح كل واحد عنده خلاص ما عادش كبير، كل الكبير مات، الكبير بالنسبه له هو كل واحد فاكر نفسه كبير نفسه. نكمل احداث الفيلم بقى. هي ام هند رستم هتحب مين؟ وجدة بطل طبعا، وجدة بطل يا جماعه بقى، وهتبلغ عن محمود المليجي عشان يتمسك، ولغايه لما الراجل هيحصل حادثه كده، مش هيسمع اللي هو مين اللي معاه الفلوس اللي هو حسين رياض. وفجاه هتبقى الحلاوه انه هيسمع تاني، وهم قاعدين بيقولوا عايزين يتفقوا ازاي يقتلوه، بس وجدة بطل يعني خايف بيحبه، لكن انت رستم عايز تقتله وبتاع، لا وهو سامع الحوارات كلها. وبعد كده يعني هيفهم بقى، ووجدة بطل هيحاول يقتله فعلا. ما تفهمش بقى هيحبوا بعض ازاي، مرات ايه عند ام عمر يعني ولا عند ام احمد، المهم علينا. وقبل محمود المليجي يحاول يقتلهم. طبعا البطل اللي بيقتل الرصاصه طبعا بتطلع بدل ما شوطها يمين شوطها شمال، تعمل زي شوطه حسام غالي كده لما طلعت ايه بوج القاهره. وبيدوروا عليها دلوقتي مش لاقيينها، مع اني اهلاوي والله بحبه جدا يعني، بس يعني ده ايه بالتشبيه يعني. محمود المليجي في الاخر هيتقتل، وكل سنه وانتم طيبين، والراجل هيعيش تاني حياه ادوار اللي هو حسين رياض، وكان بقى 500 ال 5000 جنيه، وتوته خلصت حدوته حلوه ولا متوته. السلام عليكم. بس خلاص الفيلم ده يتمنع عليه بقى؟ حد يقول لي في ايه غلط يتمنع عليه يعني؟ اذا كان مثلا عبد الحكيم ولا وصلاح نصر والعهد القذر اللي كان موجود، ما تطلعوا لنا كده اسامي يا جماعه الشخصيات القذره اللي اللي كانوا في الصور، بس دول ناس ايه يعني بقى؟ عارفين كل مجموعه فيها الحلو وفيها الوحش، عرفونا يا جماعه وفهمونا. فبيقولوا اصل احنا غير بهايم والله، فهمونا. كان في واحده ست عندها 13 بنت، كان يفهمونا يعني مش ممكن والله. قولوا لنا الحقيقه فين؟ لازم يخبط كل واحد يقول لك ده كان احسن وده كان اوعى. لا يا جماعه دلوقتي والله يا ريت يا ريس وحياه ربنا اقسم بالله يا ريس طلعوا يا ريس وكتاب الله اعملوا لنا تاريخ يا ريس كده، ولنا الفريق الله يشوف. انا بعدك دلوقتي والله العظيم انا في حاسس يعني فهمت فعلا ان فعلا اتصرفت في حياتي كلها
الراجل ده لما جه كل الحقائق باين وكل الحاجات اتكشفت في عهده. ده نور طريقنا، والله نور طريقنا. واللي معاه بقى هم اللي مكسلين يا جدعان والله. الحكومه على رأي الناس، الحكومه حلوه، الحكومه بس في والله بتتحب يعني. كان التسعيره يا جدعان، هي التسعيره دي صعبه. انا مش عارف والله، انا اسمع يعني كوبايه الشاي بجنيه يبقى كوبايه الشاي بجنيه. بس ما تحاولوش على الناس بقى وتقفلوهم في الشغل ويجوا مثلا المكتب نمو يقولوا ايه بيجدوا رخصه ب 1000 جنيه. ارحموا الناس شويه، خلي معاملتكم مع الناس حلوه. والله العظيم اقسم بالله الشعب المصري بيجي يعني او بينصاع بسرعه، بيخاف بسرعه. ما هو الشعب الاكشن قوي وخير وغير الارض وبتاع، بنضحك على نفسنا والله، بتضحكوا على نفسكم. بلاش الهجص اللي احنا فيه ده، وعايشين نفسنا في ضمش بتاعنا يعني. والله العظيم احنا عايشين دلوقتي في ضمش بتاعنا خالص يعني، خالص يعني. مش عايزين نتكلم في السياسه ولا بتاع بقى يعني. فوق بقى واصحوا بقى وخلي الناس يكون كل وسيله الشعب بتكرهنا شويه كده يعني. السيسي خليك انتوا كمان معاه، مش نعام تحطوا راسكم في الارض. الاسعار زادت ما بتتكلموش. اطلع يا وزير التموين، اطلع يا وزير الصحه، اطلع يا وزير، بتتكلموا مع الناس. وزيره الصحه دي طلعت حراميه، دي طلعت تتحبس وتطلع عين ابوها يا جدعان. والله العظيم ده انا نهضت وحياة ربنا لما كنت قاعد في بيتنا بركب 3 فيش في الحيطه، 3 فيش في الحيطه، كل فيشه فيها 2، 3 فيش في الحيطه. ياخد كام؟ ياخد مني 550 جنيه ليه؟ ليه؟ الحاجه اللي بتغلب بحكي ب 50 ب 70 ودي ودي اظبطوا يا جماعه، هاتوا ناس تظبط التسعيره، مش رئيس يجيب لنا خدمات مثلا في السوق بتاعته ب 6 ونص و7 ونص واحنا بنبيع بره ب 20. يا جدعان وحياه كتاب الله حرام، وحياه النبي حرام علينا، والله العظيم ده حرام علينا. هات رجاله حلوه زيك يا ريس، هات رجاله حلوه زيك، هات دكاره معاك، هات دكاره وناس حبشه. انا مش عايز احكي برضه، انا لو حكيت اللي جوايا اقسم بالله هتبقى مش عايز احكي. والله لو حكيت هتدمر، واقول كلام كتير بقى. استنى جاي معايا. وشكرا جزيلا لحضراتكم، وارجو ان تستمتعوا بهذا الفيلم. فيلم جميل طبعا، مفيش احلى من هند رستم. الف بوسه لهند رستم، ويا رب الناس تتذكر شويه. استنى محمد جاي معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين، كنتم مع قناه ابو الباطي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين. و يعني ارجو ان تستمتعوا بالفيلم وينال اعجابكم، واكتبوا وقولوا لي انتوا عايزين ايه، ولو في حاجه يعني قلتها غلط قلتها صح يعني اعذروني والله في توتير. انا والله اقسم بالله عمري نزلت في البيت قالوا صور قالوا عايش فلان، انا طول عمري كنبه والله العظيم. لا بروح ولا ده انا بمثل الشعب المصري. هو ايه كنبه احنا كنبه، انا كنبه ماشي، انا كنبه يا جدعان، السلام عليكم شكرا جزيلا لحضرتك. تعبت جدا والله يعني، تعبت جدا. فيلم جميل والله، نهايته هتبقى حلوه على فكره. هتاخد خنجه كده في ظهرها وبتاع. هيعجبكم الفيلم والله، هيعجبكم فعلا الفيلم، قصه حلوه وبتاع. هي هند رستم مش في اي حته لازم تبقى زي الفل يعني، هي زي الفل. هند رستم باشا هو الحيويه وجماله وكده. شكرا جزيلا يا جماعه، مستني تعليقاتكم، مستني كلامكم، مستني لو عايز تقول غلط انت صح يعني قولوا عبارة، ما احنا خلاص بعد شيء كبير، قولوا يا رب يطلع لنا كتير. يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين على هذا الوقت الممتع اللي قضيته معاكم. يا رب السلام عليكم.